ايه حل انك تبدا في كورس وما تكملش، وتسيبه وتبدا في كورس وما تكملش برضه؟ عمرو حسن. ما هو ده المشكله يا عمرو. بص يا عمرو، هي المشكله الطبيعيه كلنا برضو كده. في حاجات كتيره الواحد بداها ليه؟ عشان ما فيش حافز. ايه اللي بيحرك الانسان؟ الحافز، الموتيفيشن. فالموتيفيشن يعني تخيل انت لو بتبدا في الكورس وقلت لك انت لما تخلص الكورس هديك 100000 جنيه لو نجحت، هتلاقي نفسك اوتوماتيك. ليه؟ عندك حافز رهيب بمكسب كبير او خساره. ف فما عنديش حاجه اقولها غير اقول لك، هو يعني هي النفس البشريه كده. فتطويع النفس وان انت تقعد تذاكر ده جزء، مش هقول لك مهاره. الانسان اللي ما بيعرفش يطوع نفسه ويخليه كوميتد وعنده عزيمه والكلام ده كله، آه، صعب. يعني صعب ان هو يوصل، صعب ان هو يحقق. فاهم قصدي؟ ف... فدي فكره، فلازم تبقى عارف كده. يعني مش عايزك تتعقد ولا تحس بالخذلان. كلنا يعني انا مريت بحاجات كده، كورسات دخلتها وما كملتش، تمام، بتختار كورس تاني. فده كلنا يعني بيحصل لنا كلنا كده. فما تحسش بالخذلان او من نفسك. وفي نفس الوقت لو انت فضلت كده طول حياتك، لا، لازم تتوقف، لازم تتوقف، لان لا، الموضوع كبير. وفي الحالة دي انت، في الحالة دي هتبص تلاقي لا، ان اللي حصل ان انت وقتك حصل له هدر، ومفيش فاليو. فده بقول لك هيدخلك في سيركل كده مش كويسه ليك يعني. طيب،